كلها نقدم شكل كويس ونقضي نتيجه كويسه ونسعى الدوري الحمد لله مجموعات. قول لي الهدف بقى وحكايته، كانت ما عندك قبل كده لكن النهارده هدف ولا اروع؟ لا الحمد لله رب العالمين. والله ده انا بس بقول للناس كلها كانت بتنتقدني الفتره اللي فاتت بشكل كبير، انا بس بقول لهم الحمد لله، انا الحمد لله ربنا كرمني النهارده. انا كده كده اخر شهرين ليا خلاص في نادي الزمالك، مش هلعب في نادي الزمالك خلاص تاني بصراحه، عشان الناس اللي انتقدتني الفتره اللي فاتت دي انا خلاص تعبت. أنا لو قعدت اكتر من كده في نادي الزمالك حبي نادي الزمالك ممكن يقل، فانا هبعد وارجع مشجع تاني نادي الزمالك ان شاء الله. سؤال يعني اخر شهرين ولا ده كلام جد ولا بتهرج؟ والله خلاص باذن الله. لا اخر شهرين. طب الخطوه الجايه فين؟ اي حته ان شاء الله. عقدك هينتهي مع نادي الزمالك بعد شهرين؟ لا هو السنه الجايه، بس انا اخر شهرين ليا خلاص. في عقد اختصنا مع كابتن شوبير، في عقد ولا رغبتك في الرحيل سبب ايه؟ الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. دوري ايه طيب؟ اي دوري ان شاء الله انا اقول لك عليه ان شاء الله باذن الله. عمر جابر انت خلاص نويت على الرحيل فعلا ولا؟ انا كان نفسي والله افضل في نادي الزمالك لغايه ما اموت، بس اللي انا شفته الفتره اللي فاتت دي انا تعبت بصراحه نفسيا. لو قعدت اكتر من كده زي ما قلت حب نادي الزمالك ممكن يقل، وانا مش عايز ده يحصل ما يعني. حدش يفسر الكلام ده غلط. ايه اللي تعبك نفسيا صحيح؟ اللي تعبني نفسيا ان انا الواحد كان بيموت نفسه. الحمد لله الفتره اللي فاتت لعبت 3 ماتشات وحش، الناس كلها انتقدتني وكده، انا بموت نفسي عشان خاطر نادي الزمالك من وانا عندي 5 سنين في نادي الزمالك، فلما كنت وحش 3 ماتشات الناس ما شالتنيش، فانا بقول لهم بشكرهم طبعا على الفتره اللي انا قعدتها في نادي الزمالك، وان شاء الله بالتوفيق لكل الناس.